المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون دولة إريتريا. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بأهم وأبرز العناوين. مجلس إقليم شمال البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري الخامس عشر. الاحتفال بعيد المرأة في عنسبة والقشبركة. الإريتريون في دول المهجر يقومون بأنشطة دبلوماسية شعبية. كوريا الشمالية تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ. البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط. مقتل 16 في تفجير انتحاري بمدينة جلال آباد في أفغانستان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد مجلس إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعه الدوري الخامس عشر في مدينة مصوع. وأوضح رئيس المجلس السيد إبراهيم علي الشيخ في الاجتماع أن السلام الذي نشهده حاليا هو نتاج صمود تصدي الشعب الإريتري، وقال بأن الأوان قد آن للعمل المضاعف لتعويض كل الفرص التي خسرناها بسبب العدائيات بالتنمية الشاملة. وأشار إلى وجود تطور مشهود في الخدمات الاجتماعية بالإقليم، ويتطلب بذل مزيد من الجهود لرفع الكفاءة والمشاركة في التعليم والبرامج المجتمعية لإصحاح البيئة. وقد استمع المجلس وناقش في اجتماعه تقارير عمل البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الزراعية وحماية التربة والمياه والتشجير وتنمية الماشية والحيوانات البرية والشؤون الإدارية وغيرها. وأوضح حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلي لبسو في الاجتماع أنها أعمال مختلفة تنفذ للدفع بالتنمية الاقتصادية، داعيا المواطنين لتقوية أنشطة حماية التربة وحفظ المياه، مؤكدا على العمل لحل النواقص حسب الأولويات. وقرر مجلس إقليم شمال البحر الأحمر وأوصى في ختام اجتماعه للعمل من أجل تطوير الريادة المجتمعية وبذل الجهود لتعليم الأطفال الذين لم يحصلوا على فرص التعليم حتى الآن، وتنفيذ القانون الصادر من المجلس بشأن رفع مشاركة الإناث في التعليم والمدارس التي تدرس بأدنى من طاقاتها، وإنهاء إصحاح البيئة المجتمعية في عام 2019، والدفع بالنتائج الإيجابية لبرامج التشجير والحياة البرية والاهتمام الكبير بالمحميات. احتفلت المرأة في إقليمي عنسبة والقشبركة في الخامس من مارس باليوم العالمي للمرأة تحت شعار السلام محصلة صمودنا والتنمية ثمرة عملنا. وقال حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في الاحتفال الذي جرى في حلحل على مستوى الإقليم وحضرته رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخات السوميكائيل، قال إن على المرأة تقوية التأطير والتنظيم للمساهمة في تنمية وإعمار البلاد مواصلة لمساهمتها في تحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة. من جانبها أشارت مسؤولة الاتحاد في الإقليم السيدة آمنة حسن إلى استثنائية احتفال هذه السنة ترابطا مع مناخ السلام، مؤكدة بأن الاتحاد يعمل لضمان تأهيل المرأة ومشاركتها في كافة المجالات. وفي إقليم القشبركة احتفلت المرأة في بلدة فورت السوا، حيث خاطبت الاحتفال مسؤولة اتحاد المرأة في الإقليم السيدة يحدى يوهنس، مؤكدة بأن المرحلة الجديدة تطلب من المرأة الحفاظ على إنجازاتها وتعزيز دورها لإنجاح البرامج المستقبلية. وتحتفل المرأة الإريترية في مختلف مناطق البلاد على مستوى الإقليم والمديريات وإدارات الضواحي بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة. قام الإريتريون المقيمون في السودان وأمريكا وبريطانيا وأستراليا بأنشطة دبلوماسية شعبية. وقد عقد الإريتريون المقيمون في الخرطوم وضواحيها سيمينارا حول الأوضاع في البلاد والقضايا الإقليمية والدولية. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس أن المنطقة تشهد تغيرات إيجابية تدفع بالتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن صمود وتفاني الشعب الإريتري له دور كبير في هذا التغيير. وحول الخدمات القنصلية أوضح السيد إبراهيم أن السفارة تعمل باهتمام لتقديم هذه الخدمات، مؤكدا بأن تقوية علاقة المواطنين بمكتب الخدمات القنصلية يساعد للتعرف على الإشكاليات وحلها سريعا.
من جهة أخرى احتفلت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في واشنطن وأوهايو الأمريكية باليوم العالمي للمرأة. وألقيت في المناسبة كلمة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وكلمات تضامنية للاتحادات الصديقة. وفي مدينة لندن احتفلت الإريتريات القادمات من مدن نوتنغهام وبيرمنغهام وشيفيلد ونيوكاسل وكوفنتري ومانشستر وليفربول وبريستول وميدلسبرا ودبلن وليدز ببريطانيا العظمى باليوم العالمي للمرأة. وأشار سفير إريتريا في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية السيد ستيفانوس هابتماريام في المناسبة إلى دور المرأة الإريترية في كافة مراحل النضال وبناء الوطن. وفي الاحتفال الذي نظمه الإريتريون في مدن ملبورن وبيرز الأستراليا بمناسبة 8 مارس، قال قنصل إريتريا العام السيد محالي تخسي إن دور المرأة كان بارزا لدخول مرحلة السلام الراهنة. أوضح الاجتماع الذي عقد لتقييم تطور التعليم في النصف السنوي بمديرية لوغوان سبب أن المديرية شهدت تطورا في نجاح الطلاب هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة 4%. وفي التقرير الذي قدمه مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ صهيب برهاني، أوضح وجود 10,512 طالب من الصف الأول وحتى ال11 في مائدة التعليم بالمديرية. ويسجل نجاح الطلاب تطورا نسبيا مشجعا، مناشدا المدارس لإكمال القصور والنواقص. من جهته أشاد مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة السيد محمد علي إبراهيم بالتعاون الذي يبديه الآباء مع المعلمين، داعيا للعمل الجاد من أجل توفير رياض الأطفال، وأن تعزز لجنة الآباء من متابعتها. وفي الاجتماع المماثل الذي عقد في مديرية قلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر، تم التوضيح بأن عدم الاهتمام وزواج القاصرات وبعد المدارس وغيرها من الإشكاليات ظلت تؤثر سلبا على مساهمة الطلاب وخاصة الطالبات في مائدة التعليم. هذا وتوجد في مديرية لوغوان سبا 35 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية، فيما توجد 74 مؤسسة تعليمية في مديرية قلعلو. نظم سيمينار للمرأة في ضاحية كودفلاسي بمديرية مندفرة، واشتمل السيمينار الذي استمر ل5 أيام على أسباب وتأثير الأمراض المعدية ورعاية الأمومة والطفولة وأسلوب التغذية ونظافة البيئة والقضايا المرتبطة بها. وأوضحت الممرضة محرة حاجوس من المشرفين على السيمينار أن وعي المجتمع عامة والمرأة خاصة أساس رعاية الأمومة والطفولة. وأشارت المشاركات إلى اكتساب الكثير من المعرفة في السيمينار، مناشدات لتنظيم التوعية والتأهيل التنويري لاكتساب مزيد من المعرفة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. أعادت كوريا الشمالية بناء جزء من موقع لاختبار الصواريخ كانت بدأت في تفكيكه بعد تعهدها بذلك في أول قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي، بينما حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من احتمال فرض عقوبات جديدة ما لم تتخلى بيونغ يانغ عن برامجها للأسلحة النووية. وذكرت وكالة يونهاب الكوريا الجنوبية للأنباء ومركزان أمريكيان للأبحاث أن العمل يجري في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في موقع تونغان تشانغ ري. وقال بولتون إن واشنطن سترى في أعقاب قمة هانوي مدى التزام بيونغ يانغ بالتخلي عن برامجها للأسلحة النووية وكل ما يتصل به. بينما قال مصدر في الحكومة الأمريكية أن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي الذي نقلت عنه يونهاب يعتبر موثوقا به في مثل هذه الأمور، لكنه أضاف أن العمل المذكور في الموقع لا يبدو مثيرا للقلق ولا يصل قطعا في مداه إلى استئناف اختبارات الصواريخ التي تم تعليقها منذ عام 2017. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط، داعيا القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأمريكية.
وأبلغ نتنياهو الضباط البحرية بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود مثل ما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق النووي في عام 2015. وخفف الاتفاق من عقوبات الغرب على قطاعها النفطي. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من هذا الاتفاق، وأعاد فرض بعض العقوبات بهدف وقف صادرات إيران النفطية تماما. ولم يتضح بعد كيف ستوقف إسرائيل أنشطة الشحن تلك، أو ما إذا كانت ستخاطر بمواجهة بحرية مباشرة مع سفن إيرانية. وتعد طاردات الصواريخ أكبر السفن الحربية لدى البحرية الإسرائيلية، التي تمتلك أيضا أسطولا صغيرا من الغواصات. قال مسؤول محلي إن مهاجمين انتحاريين ومسلحين هاجموا مكتبا تابعا لشركة بناء في مدينة جلال آباد الأفغانية، وقتلوا 16 من موظفي الشركة. وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار أن الهجوم بدأ عندما فجر انتحاريان نفسيهما أمام مكتب الشركة ثم فتح مسلحون النار. وأضاف أن 5 مهاجمين بينهم انتحاريان و3 مسلحين قتلوا أيضا، إلى جانب مقتل 16 من العاملين في الشركة ومنهم عدد من حراسها. وقال سهراب فاردي العضو في المجلس المحلي في ننكرهار إن 4 من موظفي الشركة نقلوا إلى المستشفى وحالتهم حرجة. كشفت شركة بوغاتي الشهيرة لصناعة السيارات في معرض جنيف الدولي للسيارات عن أحدث منتجاتها، وهي السيارة السوداء، والمقدر ثمنها ب 18.9 مليون دولار، مما يجعلها تتربع على لائحة أغلى السيارات حول العالم وفي كل العصور. وقال رئيس شركة بوغاتي ستيفان وينكلمان إن السيارة السوداء هي عبارة عن جمال بمفرده، مضيفا لافاتور نوار هي سيارة نحبها من النظرة الأولى، ونطلق عليها اسم جرانا توريسمو. تحتوي على محرك ب8 اسطوانات سعته 16 لتر، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصانا. كما شهد معرض جنيف الدولي للسيارات الكشف عن سيارة خارقة صديقة للبيئة من إنتاج أوتوموبيل بنيفارينا، وتم افتتاح المعرض بتاريخ 7 من مارس، ومن المقرر استمراره لغاية 17 من مارس 2019. وتخطي ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا بعد ما كان بلغ نصف النهائي الموسم الماضي. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، إلى اللقاء.